مساء الخير يا جماعه. انا مش عايز التجار والناس تزعل مني. انا ما ببيعش التجار، انا ببيع لحد عايز يفرش بيته، حد عايز يجدد كنبته، حد عايز ترابيزه التلفزيون. يعني ترابيزه التلفزيون زي كده، ترابيزه محترمه ببيعها ب 1000 جنيه، مش هديها لتاجر عشان خاطر يبقى عليه 3 و4000 جنيه زي ما هم بيعملوا في الاونلاين. كرسي زي كده ترس بنبيعه ب 1000 جنيه. كنبه زي كده بتفرد سرير، الكنبه دي والله لسه طالعه دلوقتي ب 5000 جنيه. طبعا بعتذر جدا عشان خاطر فرشين الحاجه في خرابه يعتبر زي كده. بس احنا ما عندناش اماكن في المخازن. وطبعا الحاجه اللي موجوده دي مش هي اللي كانت موجوده الصبح. الحاجه اللي كانت موجوده الصبح اللهم لك الحمد اتباعت، وده جديد وعندنا قدهم 10 مرات في المخازن. مطبخ زي دوت 1500، 3 قطع، قطعتين على الارض وقطعه فوق، رسمات محترمه قوي بالمنظر دوت. عندنا مكاتب للاطفال. احنا مش عايزين ندي لتجار، احنا عايزين ندي لحد عايز يجيب لطفل مكتب زي كده. عايزين ندي لحد بيفرش مكتبه، نديله مكتب حديد زي دوت ب 700 جنيه. عندنا مكاتب اطفال زي كده محترمه جدا تنفع ديكور. عندنا حاجات ديكور زي كده 150 جنيه. عندنا دواليب دريسنج بالجرارات بتاعتها، دواليب بالمرايات. في حاجات يا جماعه فيها مشاكل اوت فيت، يعني دولاب زي دوت ب 500 جنيه، دولاب زي دوت ب 2000 ونص. ترابيزه التلفزيون زي كده فيها مشكله ما فيهاش مقبض ب 300 جنيه.